المهم الخوت يلاه هبطت دابا من الطوبيس 15 صراحه شوف نصيحه مني الا بغيتي تجي تشاركي هنايا استخدموا التطبيق غنخلي لكم في الديسكريبشن كيوريك كاع الطوبيسات اللي غتمشي فيهم رخاص كتمشي ب2 دراهم 3 دراهم مغربيه يعني شي حاجه رخيصه يعني مشينا من لوطيل للجامع الاخضر من الجامع الاخضر جينا دابا للتيليفريك ها هما البلايص اللي كيمشيو منهم التيليفريك هنا هاد الجبل هو فاش كيطلع التيليفريك غيديك لهاد الجبل هذه هي الباب ديال الساحه هنايا المهم الخوت يعني رحله اقتصاديه 100% ما كتخسر والو وحنا جايين دابا نجربوا التيليفريك ونشوفوا مقطع التيكيت اهم حاجه التيكيت شحال ساويه حيت باقي ما عرفتش شحال ساويه نمشي دابا لكيشي نسول شحال ساويه التيكيت وديك الساعه نطلعوا نجربوا حتى حنايا المهم الخوت هذه هي البلاصه فاش نشدوا التيكيت كيما تشوفوا ورايا هنا فاش كنركبوا في التيليفريك احنا غادي هذه هي الدخله ديال التيليفريك موبايل شنطه كتحط التليفونات ديالك هنايا A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. المهم الخوت يلاه شديت التذكره ديال التيليفريك ها هما 300 ليره للشخص انا ثلاثه شديناها ب 900 ليره 300 ليره تقريبا نقول واحد 160 درهم باش نشدو التيليفريك ولكن صراحه ناضي عندهم هادشي ونجربوا حيت غادي نمشيو حتى لجبل اولودا غيدينا حتى لجبل اولودا قال لي كاين بزاف ديال المقصورات كاينه في اي بي كاين المقصورات نشدوها حنا وحدنا المهم هذاك نورمال فهمتي الاقتصادي يعني العاديه كاع فيها المهم الخوت هو هذا التيليفريك هانتوما كتشوفوا فين طالعين هو جبل اولودا هو هذا اللي بغى يمشي جبل اولودا وعاوتاني بغى يجرب التيليفريك من الاحسن يمشي فيها بالتيليفريك باش يكون شاف جبل اولودا وفي نفس الوقت جرب التيليفريك هانتوما المنظم التيليفريك بحال جديد كتشوفوا فيه البلاصه كامله كتشوفوا ورايا هنا الجبل ديال اولودا قربنا ليه هو راه قريب بزاف هاد اللعيبات دايره شويه اللي عنده من الفوبيا من المرتفعات ما ننصحوش بهذا الشيء راه كيبان لك كلشي تحتك تقريبا نقول باقي 2 براجات قدامنا باش نوصلوا لجبل اولودا وهذه حنضربوا لكم شي تصاور تما شي سينماتيك نعاودو نهبطوا في واحده اخر المهم 300 ليره راجع مع الالي وذوشو المهم الخوت وصلنا هذه هي اللفه ديالو تقريبا شي 5 كيلومتر حنا ماشيين بحال هكا ولكن كتمشي مكسير ما كتحسش بالطريق البلاصه اللي كيصحابنا هبطوا فيها صدقنا ما هبطنا فيها كملنا غا هي بقات التيليفريك غادي بواحد السرعه بشويه وبلاصه خاصه بهم صدقنا كملنا عاوتاني في الجبل وحنا مكملين دابا حتى في هذا الجبل جبل اولودا تقريبا هو اعلى قمه ديال من ناحيه هاد الاشبال اللي كاينين في هاد البلاصه هذه يلاه هبطنا دابا من التيليفريك كاين واحد السوق شعبي هنايا كتشوفوا فيه ها هو صراحه لقيناهم موجدين ديك التصوير تصورنا لتحت لقيناهم موجدين هنا لتحت هنايا بواحد الطريقه زوينه ولكن 500 ليره راه غاليه بزاف داكشي علاش قلنا لهم خلوها عندكم وصافي صح دك هاو ماتش 50 100 70. المهم الخوت يلاه ندوق هاد اللعيبه هادي انا ندوق ونمشي ما غنشربوهاش زوين صاحبي غندوق عليهم كاملين واحد ثانك يو بعاد على سطح الارض ما عرفتش 4 كيلومتر ولا 5 لا محال المهم بعاد على الارض وصافي ما نقول لكمش نعطيكم معلومات غلط بعاد على برد كاين هنايا يديك كيتجمدوا عليك وانا لابس سروال كيطما هنايا عرفتي كنحس بالبرد بزاف انا جبت جلويقه انا فهمتي ارتاح شويه من داك التيليفريك وداك الشيء خاصني شي حاجه داك السحلب عندهم ناضي والله شدينا هاد اللعيبه هادي ها هما كتشوفوا تفضل استاذي شديناها تقريبا ب 400 ليره شي 200 بريك خليك بريك شوفوا حنا دابا تابعين داك المرشد جينا هنايا بقى كيشدينا التصاور باقي ما عرفناش فابور بالخلاص هو الدري كيشدينا التصاور ثانك يو اصلا نتبعوه هو فهمتي كيمشي قبل منا كنتبعوه حنا من بعد هاد الجوله اللي جبنا بهاد الموطور ديال 4 درويد مشيت تغديت في هاد البلاصه اللي ورايا شوه كتجيب معايا غدايا في الشكاره ديالي حيت داكشي غالي عندهم هنا الصراحه حيت كتبقى فهمتي بعيد على كلشي بعيد عليك ترى وسط الجبل داكشي علاش كيزيدوك في الثمن بالنسبه للتصاور اللي كانوا كيصورونا لهيه ملي كنا في الموطور قال لك كل تصويره ب 150 ليره داكشي علاش قلت ليه بلاش انت تصور بالتليفون ديالي
ولكن جيت هنا تغديت، وصراحه شفت الناس كيمشيو واحد الكهف كاين هنا، واحد الكهف كاين واحد الدخله هنا. داكشي علاش ملي ساليت قلت اجي نشوفوا هذا الكهف هذا ونستكشفوه كاملين. الا كان شي كهف بطبيعة الحال ما نعرف، بان لي بنادم كيدخل مثل كيخرج. صدق ما كاين لا كهف لا والو، بنادم كيطلع يتصور مع الحجر هنايا فهمت. كاين بنادم هنا بزاف كيتشد صافي. ساليت التسلكيه ديالي في جبل اولوداغ، كنت جيت في التليفريك وباقي عندي التيكيت باش نركب فيه مرة ثانية، حيت 300 ليرة داخل فيها الي والذهب كاتبين هنايا. المهم دابا راني خارج من جبل اولوداغ غنرجع في التليفريك والله خوت. المهم باش نوصل نهبط لتحت غادي نشد عاوتاني الطوبيس ونمشي للوطيل ديريكت نرتاح. واحد المعلومة عرفتها دابا حتى ساليت الرحلة، هو هاد التليفريك اللي ركبت فيه انا دابا هو اطول تليفريك في العالم. راه فيه 9 كيلومتر. كتشوف هاد الجبل اللي ورانا راه هذا تقريبا غير ربع ديال الطريق، مازال واحد الجبل اخر وراه، ومازال واحد الجبل وراه عاد توصل للجبل الكبير كاع اللي مورانا. ما غير 9 كيلومتر ديال الطريق انت غادي في الجبل، 9 كيلومتر انت غادي بحال هكا الله كتوصل للجبل ديال اولوداغ. وتقريبا المده باش كتوصل للجبل تقريبا واحد نص ساعه انت غادي في التليفريك، اطول تليفريك في العالم.